ظهر كده ان الرجوع لليوتيوب صعب عليا. انا ما كنتش متوقعه كده خالص، يمكن بسبب سلاسة الكلام جوه دماغنا. بنبقى فاكرين احنا اول ما نفتح الكاميرا او اول ما نتحط في الموقف ده هنعرف نتصرف. بس انا عشان بقالي كتير قوي ما قعدتش كده واجواء التصوير نفسها يعني، ففجأة الكلام كله طار، كل الكلام طار. دي يمكن واحدة من المرات اللي انا مش كاتبالها سكريبت. كل اللي انا محضراه شوية كلام في بالي. انا عارفة ان كل بنت مننا هي في فترة من الفترات محتاجة تسمعه، هي في فترة من الفترات هتوصل له في يوم من الايام، لو مش النهاردة يبقى بكرة، لو مش بكرة ممكن يبقى بعد سنين. انا مؤمنة بحاجة هقولها لكم بجد، يمكن قلتها لكم قبل كده. انا مؤمنة ان انا لو مش عارفة اتعلم الدرس دلوقتي فده يبقى بسبب ان ربنا مش رايد ان انا اتعلم الدرس دلوقتي، بس انا هيجيلي يوم وهتعلم الدرس ده. يعني اوقات بنبقى مع اشخاص معينين ونتبادل النصايح، او مثلا هنقول لو في حد طول الوقت بينصحني بحاجة معينة، طول الوقت بيقول لي على حاجة معينة، بيفوكس على حاجة او عيب فيا المفروض ان انا اصلحه. ممكن يقعد سنين يحاول ان هو يصلح الموضوع ده فيا، وانا في يوم وليلة لما انا المس الموضوع ده فيا واحس ان انا فعلا عايز اصلحه، تيجي الدور ان انا فعلا اصلحه. حاجة ليها وقتها، ودي حاجة من اللي اتعلمتها كمان، لاني كنت بحس بضغط شوية اوقات لما اشوف بنات او حتى اولاد يعني قريبين مني. يعني بتكلم على اولاد اخواتي بس بتكلم بقى بنات في العموم اصغر مني في السن ويكونوا بيغلطوا غلط احس اللي هو بجد لا ما تعملوش ده في حياتكم. كنت بحس بضغط نفسي اللي انا بحاول بكل الطرق امنعهم ان هم يعملوا حاجة معينة ايا كانت ايه هي الحاجة دي، لحد ما جات لي لحظة ادراك كده مرة، والموضوع ده ريحني كتير جدا في حياتي، وريح كمان يمكن اي حد ممكن يقابلني على مدار حياتي بقى من ان انا اوجه له نصيحة، انه بسيبهم يعيشوا حياتهم، بسيبهم يعيشوا اخطائهم. كل اللي انا بقدر اقوله لما بلاقي حد في كارثة او ان هو بيقدم على الكارثة، ان انا اقول له رأي الدين في مثلا لو انا عندي خلفية او نعمل سيرش مع بعض، او اقول ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا، بس الاكيد ان انا مش هبعده 100% عن الحاجة، بسيبه هو يعيش التجربة، ودايما متأكدة ان ربنا هيوصله للصح يعني في وقت المناسب. مش ده اللي انا طالعه اقوله النهارده عامه، بس يعني الكلام اخدنا لهنا. انا بقى طالعه اقول ايه النهارده. وفي البدايه كل سنه وانتم طيبين. انا بصور لكم الفيديو ده في اول يوم العيد، حاسه ان انا عايزه احط نفسي قصاد الامر الواقع كده، انا هصور فيديو يوتيوب فاهمين. فيلا بينا نبدا. مش عارفه بقول لكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب الكلام ده ولا لا، بس يعني اللي حابين تعملوه اعملوه. على عكس اللي ممكن يجي في بالك ان انا ممكن بقى اطلع اقول لك حبي نفسك وانتي تستاهلي الاحسن وانتي تستاهلي انك تعيشي حياه وانتي انا متاكده ان انا طالعه اقول كلام مش كليشيه النهارده خالص، لان انا من نص الموضوع، فطالعه اقول الكلام اللي عمال يتردد في ذهني وانا ما كنتش يعني الكلام ده مش جوايا، بس فجأة طلع من الموضوع. بدايتي انا في حب النفس، او يمكن بداية اي بنت في حب النفس، ان هي تفهم نفسها وتركز مع نفسها. وعايزين نفرق النهاردة على فكرة انك بتحبي نفسك وان انتي اصلا فاهمة نفسك وعارفة نفسك ولا لا. انا كنت فاكرة الاتنين واحد، او الاتنين زي ما بيقول بيقربونا لبعض او كذا، بس اكتشفت ان ممكن انتي تكون بيتهيألك انك بتحبي نفسك، وممكن تكوني بتهيألك انك عارفة نفسك وانتي متجاهلة الاتنين، او انتي مش عايشة الاتنين 100% صح زي ما المفروض تعيشيهم. المهم كنت بقول بدايتنا يمكن مختلفة، في اللي اتربى او اللي اتربت على حب نفسها واللي اتربت على تقدير نفسها من نابع من الاهل يعني والناس اللي حواليها في طفولتها، وفي اللي ما عاشتش ده خالص وقررت بعد وقت من الاوقات لما بتكبر ان هي تبتدي تلتفت لنفسها وكذا. واللي اكتشفته الفترة اللي فاتت انه انا ممكن اكون عارفة نفسي كويس، بس انا مش حابة نفسي كفاية. كنت بدأت وبناشد انه اي حد يبدأ يحب نفسه من شوية، يعني هقول النقط كلها وانتوا اختاروا بقى النقطة المناسب للفترة بتاعتكم دلوقتي دي. اول حاجة بدأت بيها هو ان انا ابدأ اسمع صوت نفسي في الحاجات البسيطة. يعني بقيت اسأل نفسي
انتي حابه تشربي قهوه ولا نسكافيه؟ بصوا، في اتفه حاجه مش بغصب نفسي عشان اللي متاح، لا، انا بدات اسال نفسي طيب انتي هتستعجلي تعملي سندوتش جبنه ولا انتي بجد نفسك تاكلي اكل، يعني اكل وجبه مثلا، فاهمني؟ فحس اللي هو لا، انا بجد نفسي اكل واستمتع، فمش بستسهل ومش بسترخص في نفسي اللي هو خلاص كلي سندوتش جبنه، لا، بروح اعمل حاجه اللي انا كان نفسي فيها فعلا. ويسوى على ده كل الحاجات الصغيره اللي ممكن نكون احنا مطنشين ومأهملين في حق نفسنا بسببها. المهم ان انا بدات اللي انا اركز بقى في الحاجات التفاصيل اللي انا ممكن اهمل في نفسي بسببها دي، واعمل نفسي مش اخده بالي. اوريدي عشت عليها فتره لحد ما اكتشاف اقسم بالله، ده اكتشاف بالنسبه لي انه انا ستيل مش بحب نفسي. لقيت كام شخص بيحبني تمام في الناس اللي حواليا، واكتفيت بحبهم ليا واكتفيت باهتمامهم، وحسيت انه يعني خلاص مش مهم انا اهتم بنفسي او مش فارق لي. وكانت اغرب لحظه حسيتها في حياتي، ولما اقول الكلام ده بجد فانا بجد كنت مستغربه جدا اللي انا عايشاه في اللحظه دي. اكتشفت انه انا مبديه حد على نفسي، وده يعني كنت بستحقر اقسم بالله اي بنت تقول كده او تحس بده، او ازاي تنسي نفسك من كتر ما انتي مهتمه قوي بحد تاني. انا في لحظه حسيت ده، لا، انا نسيت نفسي من كتر ما انا بحب حد تاني قوي، حد تاني ده مش وحش خالص، بس انا نسيتني، فاهمين؟ فلما جات لي اللحظه دي حسيت اللي هو صدمه، مش فاطمه هي اللي تقول الكلام ده. ومن عند اللحظه دي عرفت انا المفروض بالظبط اعمل ايه. ما كانش بالسهوله دي، ما كانش اللي هي اللحظه الصدمه يعني عارفين بقى في الافلام دايما بيعملوا كده اللي هو من بعدها بقى قمت جريت في الشارع والكلام ده، لا 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 كل حاجه يعني بهدوء. انتوا عارفين فاطمه يعني اصلا شخص بارد بطبعه، فاكيد باخد كل حاجه بهدوء اعصاب كده. موقف من المواقف اللي خلتني ادركت النوع ده من الحاله اللي انا عايشاها، كنت بقدم على شغل، فمن كتر ما انا يعني انا مش مهتمه بانا في نبع الامور القويه دي، مش مهتمه بارائي، دخلت او كنت داخله، ما عملتش كده، كنت داخله اسال واحده من الاشخاص اللي انا بحس ان انا بحبهم اكتر ما بحب نفسي، هو الشغل ده تفتكري مناسب ليا ولا لا، مناسب لشخصيه فاطمه ولا لا؟ انتوا فاهمين انا فين؟ انا مش هنا، ده انا مش شايفاني، مش حاسه بيا، مش عارفه ايه اللي يناسبني، ومش فارق لي ايه اللي يناسبني واللي ما يناسبنيش. انا عايزه اشوف بس يعني في حد، كأن حد مكاني، كأن حد ممكن يفكر بدالي، كأن انا المفروض افضل معتمده على حد، ومش مهم اكون معتمده على نفسي. في اللحظه دي بجد اتضايقت من نفسي جدا، اللي هو طب انتي ما جربتيش تسالي نفسك هو انتي شايفه ان الشغل مناسب بالنسبه لك ولا لا؟ انتي مش هتلاقي عند نفسك اجابه، فمستنيه حد تاني يكون شايفك من بره. يعني كلها مواقف ورا بعض زي ما كنت بقولك في اول فيديو، ربنا بيعلم الواحد، كانت كلها مواقف ورا بعض، وتقولي اللي هو لا، عند النقطه دي وما ينفعش تفضلي مستسهله في حق نفسك، ما ينفعش تفضلي عامله نفسك مش اخده بالك ومش مركزه مع نفسك كفايه، وبتمثلي ان انتي بتحبي نفسك. انتي مش بتحبي نفسك، انتي بتحبي شكلك، بتحبي الوقت اللي انتي بتقعديه مع نفسك، بتحبي اوضتك، بتحبي اللي بتعمليه، بس انتي بتهتمي بنفسك زي ما تكون بتهتمي بحد انتي بتحبيه؟ لا، انتي مش بتعملي ده. اتضح لي ان الاهتمام بالنفس مش مجرد ان انا احط كريمات، الاهتمام بالنفس مش مجرد ان انا اعمل لي اشوف انا عايزه اشرب شاي وقهوه ولا عايزه اشرب نسكافيه ولا ايه اللي انا عايزه اكله ولا ايه المكان اللي انا عايزه اخرجه. مش كله في ان انا لما حد مثلا يكون عايز يخرج في مكان فانا احس المكان مش مريحني فاقول لا، او اكون عارفه ده انا بقول لا. ده مش بس، ده طلع انه انتي فين حياتك بقى. فجات لي لحظه برضو كنت دايما بفكر فيها بس ما كنتش مدركاها زي ما انا مدركاها دلوقتي، نقطه انه كأنك بيبي صغير. انتي لو عندك بيبي صغير
هتعملي معاه ايه عشان يكون مرتاح. انتي الشخص اللي انتي بتحبيه وهتموتي عليه ده، ولو قالك ارمي نفسك من البلكونه هترمي نفسك عشان بس ترضيه. انتي ليه مش بتعملي ده مع نفسك؟ يعني انتي ليه مش بتحاولي تحسيني حياتك زي ما انتي بتحاولي تحسيني حياة اي حد؟ فمن عند اللحظة دي نبدأ بقى ناخد خطوات جدية عشان نحب نفسنا من اول وجديد، او نحب نفسنا لأول مرة. في نفسك ازاي لأول مرة؟ هتشوفي مش بس ايه الحاجات اللي انتي بتحبيها عشان تعمليها، للأسف هنضطر نشوف ايه الحاجات اللي لازم نعملها عشان نكون احسن فنعملها. هنبطل كسل، هنبطل عدم اهتمام باحلامنا، هنبطل اتكالية، هنبطل اعتمادية على الناس اللي حوالينا، هنبطل نحب حد اكتر ما احنا بنحب نفسنا. ومن اقل مسج صغيرة ممكن تجيلك فتسيبي كل اللي في ايدك عشان تردي عليها، عشان الشخص اللي بعتلي المسج دي ما يزعلش. ليه؟ لما حد يبعتلي رسالة وانا مشغولة في حاجة، هكمل الحاجة اللي انا بعملها عشان انا اهم من الرسالة اللي هو بعتها. حاسة ان ده اكتر فيديو مناسب في الايام العيد، لانه اغلبكم اجازة على ما اظن، واغلبكم يمكن بيحاول يرستارت بقى حياته، يرستارت نظرته لنفسه، يفكر من جديد، نبدأ على نظافة بقى بعد العيد. فانتي هتعملي ايه من هنا ورايح؟ انتي مركزة في ده ولا لا من دلوقتي؟ كليشيه قوي ان انا اقولك دلوقتي هاتي ورقة وقلم واكتبي انتي عايزة ايه، مش كده؟ مش عايزاكي تجيبي ورقة وقلم، عايزاكي تقعدي مع نفسك شوية وتشوفي ايه ابسط حاجة، عشان انتي بتدربي نفسك ان يخش عندك ادراك، فاهمة؟ لان الحماسية بتاعت ان انا سمعت حاجة ده فحسيت ان انا عايزة اغير حياتي دلوقتي، ده يعني غالبا ما بتكملش. يعني اصغر حاجة وابدأي دخلي ده في روتينك. ابدأي. انا ادركت حاجة تانية كنتش عايزة ادركها في حياتي بجد انا كنتش عايزة ادرك ده في حياتي ابدا. هي نقطة انه شكلي مضطرة اعمل حاجة عشاني، يعني شكلي مضطرة اتمرن مثلا، شكلي مضطرة. شايفين كلمة اضطرار؟ مع ان انا لو عندي ابن هنزله يتمرن حتى لو هو مش عايز، عشان ده اللي انا شايفاه مناسب ليه، فاهمين؟ ففجأة احس ان هو طب انا احب ابني اكتر ما انا بحب نفسي، ماشي. بس انا برضو لو مثلا بحب واحد قوي وشايفه ان هو لازم يتمرن عشان دي حاجه كويسه عشانه وعشان صحته وعشان مستقبله، هنزله يتمرن حتى لو هو مش عايز. انا مش حابه نفسي كفايه، فاهمين النقطه في ايه؟ طيب المفروض اقرا عشان اتثقف، بس انا مكسله، بس انا ماليش مزاج، اصله فاحنا مضطرين نحط روتين، مضطرين ان احنا نركز شويه في ايه المفروض اعمله، مش ايه بس هيبسطني لو عملته. ان انا اكون مبسوطه بالحاجه اللي انا بعملها، دي حاجه مهمه جدا جدا، وان انا مكنش غصبه على نفسي وين. بس اوقات كأن انا عندي امتحان بكره، الحمد لله خلصت دراسه فعشان كده يعني بتكلم بقى لي حي في الموضوع ده، بس كأن انا عندي امتحان بكره وانا امتحان شفوي ولازم اذاكر عشان هسمع دي كلمه قديمه جدا. انا مضطره اذاكر، فانا مضطره اقرا، فانا مضطره اقرا قرآن، فانا مضطره اعرف عن ديني، فانا مضطره اتعلم ازاي اهتم ببشرتي، فانا مضطره. فحطي ده بقى ايه كروتين بسيط، واحده ورا واحده، لحد ما تتعودي ولحد ما تحسي انه انتي مفيش اهم منك. لان انتي ممكن تدركي ده على 40 مثلا، ممكن تدركي ده على 70. ممكن للاسف النقطه دي اللي بتضايقني اوقات، اللي هو تبصي كده على اللي ورا، طب انا كان ممكن من زمان قوي اخد بالي من النقطه دي، بس انا ما خدتش بالي، انا عملت نفسي مش مهم. وانا ما احبش الندم. اوقات بفكر في الموضوع ده، احس لو طب ما كنتي فوقتي من زمان، يعني كان ايه اللي هيحصل؟ بس بحس لو يعني ماشي، ده اللي حصل، الحمد لله فوقت بدري، فوقت على 25، يعني ما فوقتش متاخر مثلا على 50 ولا حاجه الحمد لله. بس دلوقتي انا في ايدي اللي انا اعمل ده،
فما اعملوش ليه؟ ان زي ما كنت بقول لكم، انتي تستحقي ده. انتي لازم تكوني بتحبي نفسك اكتر حد، ولازم عشان حد يحبك تكوني انتي اوريدي بتحبي نفسك اكتر حد في الدنيا، ولازم انتي تكوني بتعملي لنفسك الصح. انتي محتاجة تفكري ايه الحاجة اللي انتي لازم تعمليها عشان نفسك، ايه الحاجة اللي انتي لازم تعمليها عشان نفسك، عشان تكوني مش شرط النهاردة سعيدة، بكرة هتبقي سعيدة، مش شرط بكرة، ممكن السنة الجاية، بس طالما دي حاجة ليكي وفي مصلحتك وهتفيدك وانتي مش بتعمليها عشان نفسك، مستنية مين يعمل ايه عشانك؟ دي اخر حاجة انا كنت حابة اقولها النهاردة في الفيديو ده، ان شاء الله يكون خفيف على قلبكم، وان شاء الله ارجع اصور يوتيوب تاني. مش عارفة، كل الفيديوهات الفترة اللي فاتت كانت نازلة اصلا على التيك توك، كنت بنزلها هنا على اليوتيوب، بس ادينا بنحاول نرجع تاني وبس كده. كل سنة وانتم طيبين، وشوفوا لو عايزين ايه تاني ممكن نتكلم عنه، نطلع نتكلم عنه مع بعض. باي باي.